اتجوزت بنت عمي الغريبة غصب عني، وشفت معاها اللي محدش يتخيله واللي قلب لي موازين حياتي. أنا إبراهيم، عمري 28 سنة. كنت عايش مع والدي ووالدتي وحالتنا المادية كويسة جدا، وكنت خاطب وعلى وشي إن أتجوز. حكايتي بدأت لما في يوم والدي قعد معايا وهو تعبان، ولقيته بيقول لي: اسمع يا إبراهيم يا ابني، أنا لازم أقولك على سر مخبي عنك بقالي سنين. انت ليك بنت عم اسمها هدية، عمرها دلوقتي 23 سنة. أبويا الله يرحمه منع عمك من الميراث لأنه اتجوز واحدة مش من مستوانا، وكتب لي كل حاجة باسمي. أنا عايزك تدور عليها وتديها فلوسها من أبوها علام الله يرحمه. قلت له: دي ألاقيها فين يا بابا؟ وبعدين ليه جاي دلوقتي عايز ترجع لها فلوسها؟ رد بابا وضعف وقال: يا ابن الكفن ملوش جيوب، أنا عايز أقابل ربنا وهو راضي عني، وربنا يسامحني على اللي كنت عملته معاهم، وإني كنت قاسي عليهم ومرضتش أرجع لهم فلوسهم من زمان. المهم يا إبراهيم اوصل لهدية وعفاف أمها ورجع لهم الميراث. وعدته إني هرجع ميراث عمي لبنته، وقفلنا الكلام على كده. وعدى شهر بالظبط وبابا قابل وجه كريم، وأنا كان لازم أنفذ الوصية، لكن ماما كانت رافضة وقالت لي: فلوس إيه اللي نرجعها لعفاف يا إبراهيم؟ بقى الملايين دي تروح لهم كده على الجاهز؟ أنا مش موافقة، وبعدين مش كان من باب أولى إنك أنت اللي تاخد الفلوس دي؟ أبوك جاي يصحى ضميره في آخر أيامه. قلت لها: يا ماما ما بقاش ينفع توافقي ولا لأ، دي أوراق وعقود، وبابا كاتب لهم نصيبهم بأساميهم، وفي وصية عند المحامي ولازم ننفذها. وبدأت أدور على هدية، ورحت العنوان اللي كانت ساكنة فيه، ولما خبطت على شقتهم لقيت جارتهم اللي قدامهم هي اللي فتحت وبتقولي: خير يا أستاذ، أنت مين؟ قلت لها: أنا إبراهيم ابن عم هدية وعايزة أوصل لها، هما مش هنا؟ ردت عليا بحزن وقالت لي: طب تعالى يا سي الأستاذ وأنا أحكي لك حكايتهم، هو أنت فين من زمان؟ دخلت معاها وبدأت تحكي وتقول: هدية وعفاف كانوا ساكنين هنا، وكانت عفاف أم هدية ست طيبة جدا، كانت مريضة وفي آخر أيامها وبتعطف على ابن أختها ومراته، وتملي كانت توصيهم على هدية بسبب ظروفها الخاصة، ولأنها كمان ملهاش أي حد. وابن أختها طلب منها في يوم إنه يتجوز هدية، ومراته كانت مرحبة جدا وقالت لعفاف: دي زي أختي يا طنط، واوعي تخافي عليها. وموضوع الجواز ده فكروا فيه عشان قعدتهم معانا تبقى رسمي، وطبعا كانت اللي متكفلة بيهم الست الطيبة أم هدية. وافقت عفاف بحسن نية، وهدية اتجوزت منصور. كانوا في الأول بيعاملوهم كويس، وبعد ما عفاف قابلت وجه كريم كل شيء اتغير، وبيعوها كل اللي أمها شايلهولها ورموها في الشارع يا حرام. وحتى الشقة بتاعت البت الغلبانة باعها، وهدية دلوقتي قاعدة في الشارع وخايفة تيجي حتى تقعد معايا. سألت جارتها وقلت لها: ظروف ايه اللي عند هدية اللي تخليها تتجوز بالشكل ده ويضحك عليها بالسهولة دي؟ ردت وقالت لي: أصل عقلها يا سي الأستاذ بعافية شوية، انت لو شفتها تحسها واحدة عادية خالص، مشكلتها انها غلبانة وطيبة زيادة عن اللزوم. بقيت مش مصدق اللي بسمعه، ازاي البنت دي شافت القسوة دي كلها؟ ويا ترى شافت ايه في الشارع بعد ما بقى ملجأها؟ طلبت من جارتها توريني المكان اللي قاعدة فيه، ولما رحت وشفتها لقيتها جميلة جدا رغم بهدلتها في الشارع. وأول لما شافتنا خافت مننا، ولقيتها بتقول: انتوا عايزين مني ايه؟ انا خلاص مش معايا فلوس، مفيش فلوس خلاص. قلت لها: انت هدية، انا ابراهيم ابن عمك مندور، انا جاية عشان اخدك تعيشي معانا واديكي فلوس كتير، تعالي يا هدية. ردت وقالت لي: لا، انت مش حلو، كلكم مش حلوين. منصور قال علي عبيطة، ومراته خلتني امسح واكنس واخدت شقتي واخدت الأوضة بتاعتي. وعفاف ماما مشيت عند ربنا وسابتني لوحدي. ابعدوا عني كلكم،
ابعدوا عني. حاولت اقعد جنبها وهديها، وبعد محاولات كتير قدرت اخدها من الشارع ورحنا الفيلا بتاعتنا. وطبعا ماما اول ما شافتها لقيتها بتقولي: ايه ده؟ مين دي يا ابراهيم؟ قلت لها: دي هدية بنت عمي. ماما سكتت وكان باين في عينيها الفرحة، وقعدتها في أوضة خاصة ليها وجبنا لها لبس كتير، وكانت هدية طيبة جدا. بس ماما ما كانتش حابة وجودها في البيت، وقالت للشغالين إنها ما تنزلش أبدا تاكل معانا على سفرة واحدة، وإنها تفضل في أوضتها ومحدش يشوفها. كنت متضايق من معاملة ماما ليها، بس ده ما كانش حاجة غريبة على أمي، كان طبعها كانت صعبة شوية. وبعد يومين من وجود هدية معانا لقيت جيهان خطيبتي جت عشان تزورنا، ولقيتها بتقولي: ايه بقى يا ابراهيم، مش ناوي تنجز موضوع جوازنا؟ احنا اجلنا الفرح بسبب عمي الله يرحمه، وهو دلوقتي عدى عليه اكتر من شهر. انا شايفة ان مفيش مشكلة لو عملنا الفرح. قلت لها: فرح ايه يا جيهان؟ ده مش وقته خالص. ونزلت هدية وقطعتنا في الكلام وجريت عليا وقالت لي: وحشتني يا ابراهيم، ما جيتش تسلم عليا ليه؟ انا فضلت مستنياك كتير قوي. جيهان وشها اتقلب ولقيتها بتقولي: من دي يا ابراهيم؟ وبتعمل ايه هنا وبتتكلم كده ليه؟ عرفتها عليها، ونزلت امي وزعقت في هدية، ولقيتها بتقول لها: انتي ايه اللي نزلك؟ انا مش قلتلك اوعي تطلعي من باب الاوضه؟ هدية خافت وقالت بتوتر: انا اسفة، بس انا سمعت صوت ابراهيم نزلت على طول. حاولت اهدي الموقف واخدت هدية وطلعتها الأوضة، وماما قعدت مع جيهان وفضلت تتكلم معاه عن حالة هدية وسبب وجودها في البيت. جيهان وهدية من أول ما شافوا بعض ما حبوش بعض من غير أي أسباب، وحتى ماما ما كانتش بتعرف تتعامل مع هدية. أنا بس اللي هدية حبتني وتعلقت بيا وما بقتش تاكل غير في وجودي. كنت بعطف عليها وكان صعبان عليا حالها. وفي يوم وانا قاعد معاها وبنتكلم لقيتها قالت لي: تصدق يا ابراهيم، منصور وسعاد مراته ماما كانت بتديهم فلوس كل شهر عشان تساعدهم، وكانت بتقول لهم خدوا بالكم من هدية، بس هم ما سمعوش كلامها وخلوني امسح واكنس واعمل الاكل. وكانت سعاد بتخليني انام على السلم ساعات كتير مع اني كنت بحبهم انا وماما، وهم طلعوا مش بيحبوني. كنت فاكرة كل الناس وحشة، بس انت طيب يا ابراهيم، وانا هروح اعمل لك حاجة تاكلها وهدعي لك تدخل الجنة معايا. سبتها تعمل اللي هي عايزاه، ودخلت فعلا المطبخ وعملت لي سندوتشات وهي فرحانة ومتحمسة. ولما ماما دخلت علينا لقيتها بتقولي بتريقة: والله لايقين على بعض يا ولاد، إبراهيم عايزاك ضروري. ولما قعدت مع ماما لقيتها بتقولي: اسمع بقى، أنا شايفة إن هدية بتحبك قوي ومتعلقة بيك، والمحامي قال إنها تقدر تاخد فلوسها عادي لو أنت اتجوزتها، لأن مفيش أي أوراق بتثبت إن مخها على قده. أنا عايزاك تتجوزها، ومش هنعرف أي حد إنك متجوزها، الموضوع هيفضل سر بينا عشان شكلنا طبعا قصاد الناس، لحد ما ناخد فلوسها، وهنسيبها عايشة في الأوضة معززة مكرمة، ونخلي بالنا منها كمان، وانت بقى تتجوز بعد كده جيهان. وعلى فكرة ده لمصلحتها، أديك شايف حالتها عاملة ازاي، ده لو واحد ابن حرام أكل بعقلها حلاوة هينهب كل فلوسها. قلت لها: اتجوز مين يا أمي؟ مستحيل، أنا أيوة بحب هدية، بس بحبها زي أختي، واهتمامي بيها مجرد عطف مش أكتر. البنت دي اتخذلت من كل الناس، ليه أنا أكمل عليها؟ وبعدين احنا معانا فلوس كتير ومش محتاجين لورثها خالص، وجيهان مستحيل تقبل بالوضع ده. ردت وقالت لي: أنا مش هضيع الملايين دي كلها على واحدة زي هدية، ولو على جيهان أنا هقدر أقنعها، وهي لما تلاقي إن مصلحتك في إنك تتجوز هدية هتوافق على طول. رفضت أنفذ اللي أمي قالت عليه، بس هي كانت مصممة وفضلت تزن عليا،
وفي الآخر قالت إنها هتغضب عليا لو ما عملتش كده. عشان كده اضطريت إني أوافق وقعدت مع جيهان، ولقيتها قالت لي وهي باين عليها الحزن: لو جوازك من هدية هيكون في خليك عشان الفلوس، أنا موافقة يا إبراهيم، بس بشرط تتجوزها وتاخد الفلوس وبعدين تطلقها ونتجوز أنا وإنت. ورحت الهدية عشان أقول لها إني عايزة أتجوزها، ولقيتها فرحت جدا، ولقيتها بتقولي: أنت بتحبني يا إبراهيم؟ أنا هعمل لك أي حاجة بتحبها، بس اوعى في يوم تزعلني، أنا مش عايزة أعيش في الشارع تاني. كلامها كان بيوجع قلبي، وكنت حاسس إنه قليل قوي ومفرقش حاجة عن كل اللي استغلوها. واتجوزت هدية، بس رفضت أجي جنبها، كنت بعملها زي أختي، وده كان شرط ماما وجيهان وأنا وافقت. وأخدت الميراث بتاعها من بعد جوازنا بيومين، وكانت هدية موافقة ومستسلمة ومش هاممها الفلوس، وكانت بتحاول تعمل لي الأكل وتغسل لي هدومي رغم وجود الشغالين في البيت، بس هي كانت بترفض إن أي حد يعمل لي حاجتي غيرها. كنت بحس من ناحيتها إنها بتحبني حب صادق من قلبها، وعايزة تبقى زيها زي أي زوجة طبيعية. وفي يوم لقيت ماما قعدت معايا وبتقولي: اسمع بقى يا حبيبي، أنا شايفة إن خلاص ما بقاش لي لازمة وجود هدية هنا. أنا شايفة إن من الأحسن إن احنا نمشيها ونوديها أي مصحة تعيش فيها. أنا خايفة أي حد يعرف هي هنا بصفاتها إيه. قلت لها: لا يا أمي، دي مراتي ومستحيل أسيبها، لو سمحت يا ماما بلاش تعمليها وحش عشان خاطري. قالت لي: يا حبيبي انت ليه بتحبها قوي كده؟ خلي بالك جيهان مش هيعجبها الوضع ده كتير، وممكن تبعد عنك، وهيبقى ليها حق، ما هو ما فيش ست تقبل الوضع ده أبدا. حاولت أغير الموضوع لأني ما كنتش موافق إن أتخلى عن هدية. وفي يوم سافرت عشان أخلص شغل للشركة، ولما رجعت بعد يومين وطلعت أوضة هدية ما لقيتهاش. ولما سألت أمي عليها قالت لي اللي خلاني ما قدرتش أمسك نفسي ومشيت في الشارع زي التايه. ولحد هنا استنوني في الجزء الثاني.